يعطيكم العافية أحبائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله بدي أسوي لكم حلا الكاسترد بالليمون والبسكوت. هلا إخواتي المقادير عندي 4 كاسات من الحليب، وعندي برش نص ليمونة مع نص ليمونة معصورة، وعندي 5 معالق كبار من السكر، طبعا السكر حسب رغبتكم، وعندي تقريبا 5 معالق كبار من النشا، وعندي علبة جيمر، وعندي بسكوت كاكاو وبسكوت سادة مثل ما شايفين اخواتي. اللي بيحب طبعا كاكاو على الحل او سادة على الحل كمان يمشي الحال، وعندي بيضة. هلا اخواتي نبلش بالطريقة. هلا اخواتي بنحط البيضة اول شي، بسم الله، ونحط برش الليمون ونص ليمونة المعصورة. نخلط اخواتي شوي. هلا بنضيف السكر، بسم الله. اخواتي اللي بيحب يضيف فانيليا كمان ما في مشكلة. نخلطهم بهذا الشكل، بعدين بنضيف الحليب، بسم الله. هلا اخواتي بنحط 5 معالق من النشا، بسم الله. هون اخواتي بنحركهم على البارد وبنرفعهم على الغاز. هون اخواتي بعد ما غلت على النار بنخليها دقيقة تقريبا تغلي، بعدين نطفي عليها، بنضيف الجيمر. اخلطهم اخواتي منيح، بسم الله. اخلطهم منيح اخواتي، ونرجع لكم ان شاء الله. هيك اخواتي بعد ما تجانسوا عنا بيطلعوا بهذا الشكل. هلا فيكم اخواتي كمان تستغنوا عن عصير الليمون، يعني بس برش الليمون، او تحطوا فانيليا. هلا عندي اخواتي مجهزين نحن الكاسات، وعندنا البسكوت. هلا بنحط طبعا البسكوت اللي احنا بنرغف فيه، ححط بسكوت فانيليا مثل ما شايفين بهذا الشكل. هون اخواتي حطينا بسكوت فانيليا، واللي بيحب الكاكاو طبعا بيساوي كاكاو، حطينا هون كاكاو. هلا اخواتي بنحط، هلا فينا نزيد كمان بسكوتة ثالثة، ما في مشكلة. هون اخواتي بعد ما حطينا البسكوت هلا بنحط طبقة من الكسري على النار، بسم الله. طبعا اخواتي بنحاول نعبيهم لنص الكاسة او نص الزبدية. هون اخواتي بعد ما عبينا نص الكاسة بنحاول طبعا ندقن شوي عشان يصيروا بشكل متساوي. هلا اخواتي بنستناهم لحتى يبردوا شوي، بنحط الطبقة الثانية. هون اخواتي بعد ما بردت عنا بنحط طبقات البسكوت بهذا الشكل. هون اخواتي بعد ما حطينا البسكوت هلا بنضيف الكاستر، بسم الله. هون اخواتي بعد ما بردت عنا هلا بنبلش بالتزيين، طبعا التزيين حسب الرغبة. هلا انا عندي جوز هند اخواتي مبشور بشر خشن بهذا الشكل، بنزينه، بسم الله. هون اخواتي بعد ما حطينا جوز الهند بنحط طبعا قطعة من البسكوت بهذا الشكل.
وهيك اخواتي بعد ما خلصنا التزيين، شوفوا ما شاء الله شكلها كتير مرتب. ان شاء الله يا رب هالوصفة اخواتي تكون عجبتكم، والف صحة وهنا.